او يقول لك انتر السنه دي زفت ونيله ولا عارفه تعمل اي حاجه، خسرت كل حاجه. اسوأ نهائي لدوري ابطال انا شفته في حياتي. ماتش من جانب واحد، باريس سان جيرمان بتهاجم عماله تجيب اجوان، وانتر من اسوأ الفرق اللي شفتها في حياتي بتعمل دفاع في ماتش. يعني بجد حرام ان هم طلعوا برشلونه. برشلونه كانت تلعب عن انتر، كان على الاقل يبقى الماتش رايح جاي. انتر عامله ماتش كارثي، ما جوش خمسه يا انتر. يا نهار اسود على اللي انت فيها يا انتر. دوري ابطال كان انا كنت بتفرج زهقت، جالي ملل في الماتش ده. دوري ابطال افريقيا ما بيخلصش خمسات، الماتش يخلص خمسات. كارثه. انتر داخله كانت بتنافس على 3 بطولات، خسرت ال3 بطولات. زيرو. ماتش كان وحش قوي. والجون الاول، يعني بص كده على الجون الاول، قول لي ايه رايك في الجون الاول. الواد لعب الكوره من 5 لعيبه حطها، والتاني جوه منطقه ال6 يارده بيلعبها لحكيم، وحكيم بيجيب جول. هو في فرقه كبيره يحصل فيها كده؟ ديمبلي بيجري محدش عارف يجيبه. طبعا ديمبلي طبعا عايز ابارك له على الكره الذهبيه، هياخدها كده كده اصلا خلاص، لو خد دوري الابطال هياخد الكره الذهبيه. انا قلت هو ماتش رايح جاي. انتر من اسوأ الماتشات اللي عملها في حياته النهارده، بخماسيه نظيفه، ومن اسوأ الماتشات اللي شفتها في حياتي في دوري ابطال. بعد الجون الاولاني اي هجمه بجول، اي هجمه رايحه خطيره على انتر ما جاتش الماتش. حرام عليهم اللي هم ركبوا الطياره، حرام اصلا ان هم ركبوا الطياره وجه الماتش، حرام. كانوا يقعدوا في بيتهم احسن، اكرم لهم من اللي حصل فيهم. انتر اتدست على وشها بكل الطرق. حكيم الباك اليمين راح، كنت الاقيه شويه في الباك الشمال، وشويه الاقيه بقى وينج، ولا شويه الاقيه مهاجم. كان بيعمل كل حاجه في الملعب. ايه ده؟ ماتش وحش قوي. يقول لك انتر السنه دي زفت ونيله ولا عارفه تعمل اي حاجه، خسرت كل حاجه ومش نافعه في اي حاجه. اكتب تحت في الكومنت شايف ان ماتش دوري الابطال ده كان يستحق اصلا انت تتفرج عليه ولا لا. انا واحد من الناس ما كنتش استحق اتفرج عليه. حرام الساعتين اللي ضيعتهم.